الشتاء بتزيد جدا الاعراض اللي ناتجه عن جفاف الجلد. الدبل تشين فعلا من الحاجات اللي بتبقى مش لطيفه، وفي الافرج بنحقن البوتوكس تقريبا مره كل 6 شهور او مرتين في السنه. هي الفكره انا بشرتي مرهقه ليه؟ ستريتش ماركس او خطوط التمدد، ان عمر الفيلر اللي احنا بنحقنه ده بيتاثر بحاجات كتيره قوي. احنا الاسمرار حوالين الفم من المشاكل اللي فعلا منتشره. طيب احنا اثار الحبوب بنتعامل معاها حسب نوعها. الحقيقه ان فعلا فتره الشتاء انا بحب قوي ان احنا نستغلها في ان احنا نعمل انواع معينه من السيشنز. البوتوكس نبقى فاهمين في الاول احنا بنحقنه ليه. هو كلمه توريد الشفايف دي بيبقى بتتقال اكتر لما حد بيروح بيعمل زي تاتو. الحقيقه ان فعلا الحاله النفسيه ليها دور في التاثير على البشره والشعر. الكريمات عموما لازم نبقى حاطينها كده برضو في حجمها الاصلي. اشعه الليزر دي بتستهدف الميلانين اللي موجود في بصيلات الشعر. احنا التنظيف او تنظيف البشره من الحاجات اللي محتاجين نفهم فيها نقطتين. طبعا مع السن بيبتدي الوش بيحصل فيه تهدل او بيترهل شويه. تمام. هو فعلا في الشتاء بتزيد معانا مشاكل فروه الراس. احنا بنشوف البشره بنقيم حالتها احتياجاتها ايه. طيب اختلاف لون وشنا عن لون جسمنا دي حاجه. ازيكم يا جماعه؟ عاملين لكم مجموعه فيديوهات جديده في كل حاجه تخص الجلديه والتجميل. استنونا الفتره الجايه وتابعوا كل الفيديوز، هتبقى موجوده على الانستجرام وعلى اليوتيوب وكمان معانا على صفحه الفيسبوك.